اهلا بكم على قناة البورصات دي. النهاردة انا هعمل فيديو يقول اسهل وابسط وانظف استراتيجية ممكن تعملها وبسيطة جدا علشان تعرف تعمل منها فلوس. الاستراتيجية اللي انا هقولها النهاردة يا جماعة سهلة وبسيطة جدا، ولازم تعرف بس ان انا همشي معاك ستيب باي ستيب، اقول لك ايه اللي هيحصل وعلى انهي تايم فريم وعلى انهي تايم فريم تخش وتطلع منين وتحط الستوب لوزك فين والستيك بروفيت فين. اوكي، بالنسبة للناس بس اللي متضايقة اللي انا ساعات بتكلم انجلش في النص، احب اقول لهم ببساطه ما تتفرجوش على الفيديو، لان انا بتكلم على طبيعتي. انا كاني قاعد مع اي حد، واحد صاحبي بشرح له، هشرح له بالطريقه دي، لان انا اوريدي الناس اللي علموني الكلام ده كان انا اتعلمته بالانجلش، ولما جيت احاول اترجم بحاول اترجم على قد ما اقدر. فدي قدرتي في الترجمه، في حاجات بقدر اترجمها وفي حاجات ما بقدرش اترجمها. فاللي زعلان من النقطه دي ببساطه ما تتفرجش، اصل ده فور فري. انا يا جماعه الديل عشان بس الناس مش فاهمه الكلام ده. آم، لما انا جيت اتعلمت ده كان في شرط واحد بس، ان انا وانس ما اتعلمه وابتدي اطبقه وفعلا يبقى ناجح، انا لازم اعلمه لناس تانية. وانا بعلمه لناس تانية ومش عايز مش عايز حاجه، انا بعملك فور فري. يعني انا بنزل فيديوهات دي كده ببلاش عشان الناس تتعلم، الناس اللي خسرانه والناس اللي كانت بتخسر بقالها فتره، والناس اللي حاولت مره واثنين وثلاثه وشافوا ان موضوع التداول صعب، بقول لكم لا، في طريق تاني اهو ممكن تعمل منه فلوس. وانا اتعلمته واتعلمته في سنين، واتعلمته بخبرات ناس تانية، واتعلمته بفلوسي وخسرت فيه وكسبت فيه. عشان كده انا بديكم معلومه فعلا صادقه، انا مش عايز اي حاجه منكم. اللي معترض على الانجليش ما يسمعنيش، اللي مش عاجبه الفيديوهات بتاعته ما يتفرجش. انا يعني انا ما بحبش طبعا ابقى اجريسيف كده، بس انا ببساطه شديده يعني علشان بس الكومنتس اللي بتيجي بيقول لك اصل ده فرحان بالانجليش بتاعه. يعني على فكره الانجليش بتاعي مش جامد قوي كده يعني، بس انا عشان في حاجات اتعلمتها بالانجليش مش عارف اترجمها فبقولها كده زي ما هي يعني. فبعتذر لو انا مش عارف اوصل لدرجه العربي اللي انتوا عايزينها، او اللغه بتاعتي مش سعداني. بس اللي انا عايزك تفهمه ان انت ازاي تطلع فلوس، سيبك بقى من الانجليزي والعربي والهندي والفلبيني والكلام ده كله. يعني انا بتكلم لغه سهله وبسيطه برضو، يعني انا مش بقول كلام يعني صعب. انا عايزك تفهم، عايزك تشوف انا ببص على ايه ودخلاتي من فين وخرجاتي من فين عشان تعرف تعمل فلوس. هو ده اللي انا كل هم عليه. يعني انا مش عارف الناس ليه سايبه ده ومركزه في حاجات تافهه. عامة انا هقول الاستراتيجية بتاعتي النهاردة، ودي واحدة من الاستراتيجيات اللي انا اتعلمتها بعد سنين كتير قوي، وجربتها مرة واثنين وثلاثة، وبقول لك ما تاخدهاش ثقة. روح افتح الشارت بتاعك وجربها وشوفها موجودة ولا مش موجودة ببساطة شديدة. هو ولا بقول لك بقى ادفع لي كورس ولا تابعني ولا مش عارف ايه الكلام ده، انا مش ماليش فيه. انا كل ببساطة شديدة اهو بقول لك روح ادي، انا بقول لك في طريقة اهي ممكن تعمل منها فلوس. انت مش عارف تعمل منها فلوس او انت شاكك في الطريقة دي، روح تست عليها. ممكن تفتح حساب ديمو تجريبي وتشوف الكلام ده صح ولا غلط. بتهيألي المسج واضحه وصريحه، واللي مش عاجبه الانجليش بتاعي او مش عاجبه العربي بتاعي ما يتفرجش عليا. قولا واحدا بقى، خلينا بقى نخش في الاستراتيجيه. طيب الاستراتيجيه بتقول ايه بقى اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده؟ الاستراتيجيه انا فاتح مبدئيا كده الاس ام بي على ال1 اور. ادي اول خطوه، فاتح الشارت بتاعي على ال1 اور. الخط اللي انا حاطه ده بتاع اليوم اللي قبليه، لان انا بعتبر بقيه الشارت ده مش موجود. انا بتكلم عن النهارده ان البرايس او السعر طلع، عمل هانت لليوم اللي قبليه. في الحته ده ايه الهانت اليوم اللي قبليه دي؟ هنا يس حتى الستوب لوز بتاعها. حلو. ادي اول خطوه، عمل هانت للناس اللي حاطه ستوب لوز. بعد كده على ال1 اور اهو، على ال1 اور اهي البرايس عمل حاجه كسرت ماركت ستراكشر. يعني ايه كسرت ماركت ستراكشر؟ يعني طلع عمل هانت وراح كسر لي ماركت ستراكشر. كسر ماركت ستراكشر يعني كسر سوينج، دي سوينج. بصوا كسرها ازاي، كسرها بديسبيسمنت يعني كسرها بغشامه. فساب لي، اقيس بقى الرينج ده كله. فاكرين الرينج ده؟ على فكره الفيديوهات انا برضه متكلم عليه. الرينج ده كله ساب لي حاجه اسمها باي سايد ليكويديتي وسيل سايد ليكويديتي، وده الايكوليبريم. حلو. حلو، ساب لي فير فاليو جاب. هنا بقى الشغل يبتدي يشتغل. ركز معايا على الاس ام بي 1، مش اس ام بي بس، ده يمشي على اي حاجه، بس انا واخد مثال عشان اوريكم الموديل بس بيمشي ازاي. اول حاجه شفت ان السعر كسر اليوم اللي قبليه الهاي بتاعته. حلو، وكسر ماركت ستراكشر، ادي تاني حاجه. عمل لي فير فاليو جاب، ادي تالت حاجه. تمام، كل ده انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا كل ده عملت ايه؟ رصد للفير فاليو جاب دي. والفير فاليو جاب دي فين؟ هعلم عليها عشان الناس تشوفها. هي الفير فاليو جاب دي اللي انا بتكلم عليها، هعلمها للاخر اهي. اوكي.
الفير فاليو جاب دي فين؟ عند منطقه الايكوليبريم. ليه؟ عشان كده دايما بقول ان منطقه الايكوليبريم دي منطقه مهمه جدا في سيت اب زي ده. هشيل ده بس الاول عشان الناس ما تتلخبطش. انا كل عيني على منطقه الفير فاليو جاب دي، تمام؟ انا كل ده على ال1 اور. هنزل على ال 15 مينتس، ركزوا معايا بقى. على الفير فاليو جاب زي ما هي بص على 15 مينتس ايه اللي حصل. accumulation، بعد كده راح طلع عمل ريبرايسنج في الفير فاليو جاب، اداني كسره ماركت ستراكشر تانية. شايفين؟ دي كسره الماركت ستراكشر تانية. يعني ايه كسره ماركت ستراكشر تانية؟ طلع وكسر الماركت ستراكشر دي، كسر هنا. الكسره دي شيفت في الماركت ستراكشر، يعني اتاكد لي ان البرايس في حاله نزول تانية. تمام؟ انا كل ده لسه ما اشتركتش، انا كل ده بشوف السعر بيعمل ايه. تمام؟ ادي على ال1 اور شفت ان هو هانت اليوم اللي قبليه عمل لي فير فاليو جاب على ال1 اور. نزلت بعد كده على 15 مينتس لقيت ان البرايس طلع كسر لي فوق هنا، وبعد كده كسر لتحت، وبعد كده رد لي تاني. طيب انا بقى شغلي كله في الحته دي. تمام؟ شغلي كله في الحته دي. هنزل على ال5 مينتس واوريك السيت ابس بتمشي ازاي. بص البرايس هنا بقى، ده هنا بقى الشغل اللي انا عايز اقول عليه بقى. هنا بص البرايس ده على ال5 مينتس. هنا بقى لما بتيجي بقى ايه تحدد دخلاتك، البرايس طلع عمل لي ريبرايسنج في الفير فاليو جاب، او عمل اعاده تسعير في الفير فاليو جاب، وراح عمل لي ديسبيسمنت قوي اهو. شايفين الديسبيسمنت ده فيها كسره ماركت ستراكشر، دي كسره ماركت ستراكشر على 5 مينتس، وساب لي فير فاليو جاب. هي دي الفير فاليو جاب اللي انا بدور عليها، تاني فير فاليو جاب في الحته دي. انا دي تديني مور كونفirmation وتاكيد اكتر ان انا اقدر اخش التريده دي. ليه؟ ان على هاي تايم فريم او على الديلي هو عمل هانت، وبعد كده راح قلب لي ماركت ستراكشر. ادي اول كونفirmation. تاني كونفirmation على 15 مينتس لقيت نفس الكلام، طلع عمل ريبرايسنج في فير فاليو جاب واتكسر. على 5 مينتس دخلتي تبقى دخلتي من هنا. ليه بقى؟ لانه عمل اعاده تسعير وبياكد لي ان احنا في حاله نزول. فلما ياكد لي في حاله نزول بتسبليسمنت بشبعه قويه زي دي بكسره ماركت ستراكشر، انا كده دخلتي تبقى مظبوطه، وعارف انا داخل من فين واحط الستوب لوس فين. ليه بقول الكلام ده؟ لان في ناس كتير قوي بتتلخبط في الحته دي. انت بتنزل من على الهاي تايم فريم للو تايم فريم، يعني بتنزل من على الديلي او ال1 او بعد كده تنزل على ال15 على ال5 مينتس عشان تظبط دخلتك بالظبط. فانا الدخله بتاعتي هتبقى من الفير فاليو جاب دي، هخش من هنا، دي انترنس انتري بتاعتي من هنا، هروح داخل من هنا. اوكي تمام. ستوب لوزي فوق هنا، احط الستوب لوز بتاعي هنا. ليه احط الستوب لوز بتاعي هنا؟ لان البرايس لو كسر وكسر الفير فاليو جاب دي، معنى كده ان هو هيكمل يطلع لفوق تاني. خلاص يبقى انا كده التريده دي غلط. بس دي تاكد لي ان احنا على اللو تايم فريم حتى احنا ماشيين صح. فالانتري بتاعتي من هنا، الستوب لوز بتاعي هنا، اول تيك بروفيت طبعا تاخده عند اول ليكويديتي. الستوب لوز بتاعي هنا اخره، والتيك بروفيت بتاعي. موديل سهل وبسيط جدا. كل اللي مطلوب منك انك ترجع على الشارت بتاعك، على اي اسيت انت محتاجه، على الفوركس، على الفيوتشر، على الاندكس، على الذهب، على الفضة، على الاويل. شوف الموديل ده معمول زي ما انا شرحته كده بالظبط ولا لا. اللي محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.